لو حدثت جهازك ل iOS 18.4 في مشاكل جديدة ظهرت في التحديث ده، تعال اقول لك عليهم. وكمان في اعدادات خطيرة جدا لازم تغيرها وممكن تأثر على خصوصيتك، استهلاك البطارية، وكمان استهلاك الانترنت. ما تنساش تعمل لايك وتشترك في القناة وتفعل زر الجرس. يلا بينا نخش في الموضوع على طول. يلا بينا. iOS 18.4 اول ما نزل او في مشاكل ظهرت فيه كتير جدا. بالنسبه للمشاكل اللي ظهرت، اول مشكله معانا وهي مشكله الاكسسوارات زي الساعه، الايربودز، الكار بلاي. طيب المشاكل دي ظهرت ازاي؟ بيقول لك ان نزل التحديث للساعه الابل واتش في نفس الوقت اللي نزل فيه iOS 18.4. فادى لايه؟ ادى ان التحديث ده اول ما نزل اتسحب تاني من الناس، وبعدها نزل بعدها بيومين تحديث تاني. ومعرفش ليه ابل ما بررتش المشكله دي، بس هو كان في مشاكل تقريبا في التحديث اللي نزل ده، وكمان لغوه وسحبوه في الايربودز والابل واتش ونزلوه تاني للجميع. بالنسبه بقى لمشاكل كار بلاي، فهي مشاكل كانت بتظهر لمستخدمين الكار بلاي، سواء ان انت في العربيه مثلا بتوصل عن طريق الوايرلس او بالوصله. كان بيبقى في مشاكل في الوايرلس بالذات، ان الكار بلاي ما بيعملش كونكت او بيلقط بالتليفون الايفون، بتلاقي في مشكله، ما فيش استجابه ما بين الكار بلاي والايفون. كمان في مشكله في تطبيقات، وهو تطبيق السكوير. معرفش ده التطبيق مختص بايه، بس هو نزل تحذير للمستخدمين ان هم لو على نظام اقل من iOS 18.4 يفضلوا عليه وما يحدثوش للاصدار ده. فاول مره تحصل من ابل المشكله دي، ان في تطبيقات تحذر عن نظام التشغيل بتاع ابل، ودي يعني حاجه غريبه جدا من ابل. اصدارات الاي او اس بدات بيبقى فيها مشاكل كتيره جدا. نتمنى ان ابل تصلح ده كله في الاصدارات اللي داخله علينا، وخصوصا في iOS 19 ما يكونش فيه المشاكل اللي نزلت في iOS 18 دي. وانا بقول لك ان هو اسوأ تحديث نزل لنظام الايفون. كمان في مشاكل ظهرت في التحديث ده زي البحث. لو جينا كده دخلنا على الاعدادات ودخلنا عملنا سيرش مثلا على اي حاجه زي الاير دروب، زي ما انت شايف كده هتلاقيه بيديني ان مفيش بحث، يعني مفيش حاجه اسمها اير دروب على التليفون، مع ان في. او عملنا مثلا بحث عن الصور، بتلاقي بيديك مفيش بحث، لازم تكتب مثلا 3 حروف 4 حروف عشان يبدا يفهم ان انت عايز تخش مثلا على تطبيق او اعدادات الصور او اي اعداد موجود في الاعدادات بتاعه الايفون. فدي مشكله لغايه دلوقتي موجوده حتى من iOS 18 اول ما نزل لغايه دلوقتي. المشكله دي ما اتحلتش، مش عارف ليه، بس نتمنى من ابل على قدر الامكان ان هي تبدا تعالج الاخطاء دي، لان الموضوع زاد عن حده. كمان في بالنسبه للاكواد اللي موجوده جوه التحديثات دي، في اكواد اتلغت بالذات بعد iOS 18.5 اللي اصدار التجريب الاول، زي الذكاء بتاع نسبه الشحن اللي هو النسبه المتبقيه للشحن، وكمان اكواد تانية مختصه بالذكاء الاصطناعي زي سيري وغيرها. الاكواد دي اترحلت ل iOS 19. فاحنا كده الذكاء الاصطناعي تقريبا مش هنشوفه كامل زي ما احنا قلنا غير في حلول iOS 19. وكمان في ناس بتتكلم ان ممكن يكون سيري تكون ذكيه زي الشات جي بي تي في حلول iOS 20. فقدامنا سنه او سنتين عشان نشوف الموضوع ده، بس دي عوايد ابل بتتاخر دايما اكتر من المنافسين، بس في الاخر لما بينزل حاجه بتنزل باداء كويس جدا. زي الفيس اي دي، كان كل التليفونات منزله فيس اي دي، في الاخر نزل ايفون اكس بعديها بسنتين تقريبا لقينا الفيس اي دي نزل وكان متطور جدا عن بقيه الشركات. بالنسبه للمشكله الاخيره معانا وهي مشكله البطاريه. مشاكل البطاريه في التحديث ده ناس كتير اشتكت منها، مشاكل كتيره جدا في استهلاك البطاريه، استنزاف البطاريه، وكمان تعليق في النظام وتهنيج. خصوصا لو انت دخلت كده على الاعدادات ودخلنا على البطاريه وصحه البطاريه، هتلاقي عندي صحه البطاريه 86%. خصوصا الناس اللي هي تحت ال 80% او 80% هيعانوا من تهنيج في التليفون، وده حاجه طبيعيه جدا ملهاش علاقه بالتحديث او الجهاز نفسه. او الجهاز اول ما بينزل من تحت ال 80% بيكون اداء الجهاز بيقل عشان يقدر يوفر لك طاقه او استخدام اطول من العادي، يعني بيقلل الاستهلاك في حين ان هو بيديك طاقه اعلى او بطاريه تدوم لوقت اطول، وهو يقلل من الناحيه الثانيه من امكانيه الجهاز وقوه المعالج والكلام ده كله. لو انت عايز تحل المشكله دي على طول، لو بطاريتك اقل من 80% او 80% عامه، لازم تستبدل البطاريه عند موزع معتمد او عند التوكيل نفسه بتاع ابل. لازم تغير البطاريه تكون اصليه،
وتروح تغيرها، وبكده اضمن لك ان الجهاز هيرجع سريع جدا زي الاول، ما تقلقش. طيب بالنسبه للاعدادات اللي لازم تعملها بعد التحديث ده، لازم اول حاجه تخش تقفل اولويه الاشعارات. ليه بقى؟ انا هقول لك ليه. لان اولويه الاشعارات بتستهلك كميه كبيره قوي من البطاريه. يعني لو دخلنا كده على اولويه الاشعارات بتظهر باضاءه الابل انتليجنت، وده بيستهلك كميه كبيره من البطاريه. وكمان ممكن مش انت تقفل بس اولويه الاشعارات، ممكن تقفل تطبيقات معينه، ده يكفي. تحدد تطبيقات معينه بس هي دي اللي يكون شغال عليها اولويه الاشعارات. كمان المشكله اللي بتستهلك من البطاريه جامد جدا، وهي مشكله احنا ما بنلاحظهاش لو دخلنا كده على الاعدادات وعام ونزلنا عند التطبيقات اللي في الخلفيه اللي هي باك جراوند ريفريش. عامة دي انت اقفلها، لازم تقفلها. ليه؟ لانها بتستهلك كمية كبيرة جدا من البطارية ومن استهلاك الداتا كمان بتاعت الانترنت. فاقفل الخاصية دي، صدقني هتفرق معاك كتير. كمان اقفل الاعلانات بتاعت ابل. لو دخلنا كده تحت خالص ودخلنا عند الخصوصية ونزلنا تحت خالص كده هنلاقي الانالايسيس، هنقفل الشير بتاع ابل، ونقفل كمان الانالايسيس بتاعت الاي كلاود، ونقفل كل الاعدادات دي. وبكده الاعدادات دي بتشيل او بتاخد منك بيانات على اساس اللي هو استخدامك للايفون، وبتتبعت لابل. فاقفل الاعدادات دي لانها بتستهلك كميه كبيره من بطاريه الايفون، فاحسن لك اللي انت تكون قافلها مش فعالة. كمان ميزه واحنا جوه هنا كده نقفل ميزه السيرفيس لوكيشن. ليه بقى؟ لان خدمات الموقع دي بتستهلك كميه كبيره من الطاقه، فانت لو عاملها اولويز هتبقى يعني كارثه، لان هو على طول التليفون بيفضل محدد اللوكيشن. فانت اي تطبيق عامله ان هو دائما يستخدم اللوكيشن او الموقع بتاعك بيفضل متتبع الموقع. حتى لو قفلت التطبيق وقافل التليفون وحطه في جيبك بيفضل الموقع شغال، وده بيستنزف كميه كبيره من البطاريه. فالاحسن ان انت تخليها اثناء الاستخدام، او ان انت تقفل تطبيقات انت مش بتحتاج ان هي تستخدم الموقع بتاعك، زي مثلا التقويم، الاب ستور، الكلام ده كله اقفله. وحدد بس التطبيقات المعينه زي المابس، الخرائط، او الفيسبوك، الانستجرام، وخليهم اثناء الاستخدام، ما تخليهمش دائما. ليه؟ لانه هيستهلك كميه كبيره زي ما قلت. كمان في ميزه هنا، لو انت مفعلها اللي هي بتاعه الميكروفون. لو دخلنا كده على تسهيلات الاستخدام ونزلنا تحت اللي هو الميكروفون ده، انت لو مفعل الميزه دي زي كده هيفضل ان هو مشغل الميكروفون دايما، وان التليفون في حاله ان هو بيستمع لكل حاجه حواليه، يعني على مدى ال 24 ساعه، في ال 24 ساعه لغايه ما التليفون يفصل هيفضل علامه الميكروفون اصلا هتلاقيها منوره هنا، وده بيسبب استهلاك كبير من الطاقه. فانت لو مفعل الميزه دي الغيها، لانها بتستهلك كميه كبيره قوي من الطاقه. فانت بتخش هنا وبتقفلها وبس كده. كده انت يعني وفرت كميه استهلاك كبير جدا من البطاريه. قدم مميزاتها بس هتدمر لك البطاريه حرفيا، ومش هتستمتع باستخدام الايفون. كمان في ميزه كمان لازم تقفلها لو نزلنا تحت هنا ودخلنا على السكرين تايم. السكرين تايم ده من الاسباب، يعني من اكتر الحاجات اللي بتستهلك الطاقه. ليه؟ لان الميزه دي اما بتعمل انالايسيس، او اللي هي بتعمل معالجه لاستخداماتك للتليفون، يعني سواء بتعمل جيمز او بتلعب او بتتصفح على التليفون، فهو بيحسب لك قد ايه قعدت على التيك توك مثلا، قعدت على ابلكيشن معين، لعبه معينه. فكل ده بياخد هدر من الطاقه كبير جدا، وده بيأثر في استهلاك اليومي للطاقه. فدي مشكله كبيره، لازم تقفل خدمه السكرين تايم وما تفعلهاش. تمام. وعندك حاجه اسمها سكرين ديستانس، اللي هي مسافه ما بينك وما بين العين، لازم تقفلها لان هو بيفضل شغال بالسنسور بتاع الفيس اي دي، فبيستهلك كميه طاقه كبيره. هتلاقيه بيظهر لك الاعلان ده او الشكل ده، لازم تقفلها لانها بتستهلك كميه كبيره من الطاقه. كمان لو دخلت على الاب ستور ودخلنا على الاوتوماتيك داونلود، اقفل الخيار ده، واقفل اي حاجه ليها علاقه بالريتنج والريفيوز. اقفل الكلام ده كله، واقفل الكلام ده، واقفل الابديت اللي هو اوتوماتيك ابديت. حوار الابديت ده ان هو يحدث التطبيقات من الاب ستور اوتوماتيك، ده بيستهلك كميه من الطاقه وكميه من البيانات. في ممكن برامج انت مش محتاج ان انت تعمل لها ابديت. وكمان اقفل الفيديو اوتو بلاي، خليها اوف، ده بيوفر من استهلاك البيانات وبيوفر من استهلاك الطاقه.
كمان في اعداد لازم تلغيه لو انت مش بتستخدمه كتير. لو دخلنا كده على عام ودخلنا على اير دروب، اقفل الاير دروب. اما بيتقرب الجهازين من بعض ده بيستهلك كميه كبيره من الطاقه، لو قفلناه كده افضل. كمان الداتا ما تسيبش الداتا مفتوحه وانت مش بتستخدمها، الافضل ان انت تقفلها. وغير كده لازم تخش على الاعدادات، تخش على الداتا، وتخش على تاني خيار هتلاقي حاجه اسمها فويس اند داتا، خليها 4G افضل، ما تخليهاش 5G عشان بتستهلك كميه كبيره من الطاقه. كمان زرار الهابتك، لو انت بتستخدم الهابتك اللي هو الاهتزاز بتاع الكيبورد تقدر تلغيه، لانه هو بيستهلك كميه كبيره من الطاقه وانت بتعمل تشات مع حد. التشات ده بيستهلك كميه كبيره قوي من الطاقه مع الهابتك، فانت كده اساسا التايبنج لوحده اللي انت بتعمل تشات ده بيستهلك كميه كبيره من الطاقه، فاما تفعل معاه وضع الاهتزاز ده بيستهلك الضعف تقريبا. فلو عايزين نلغيه بنخش على نغمات الرنين وننزل تحت خالص ونخش على كيبورد فيدباك، ممكن نفعل الساوند ونقفل الهابتك بس. وكده اضمن لك ان لو عملت معظم الاعدادات دي هتحس يعني بتغيير كبير عن الاول، يعني هتحس ان البطاريه بتقعد معاك اطول من الفتره اللي انت كنت مفعل فيها مزايا مش مهمه. فالافضل ان انت تطبق الاعدادات دي لو عايز البطاريه تدوم معاك طول اليوم، خصوصا بعد تحديث iOS 18.4. الحاجة اللي قبل الأخيرة برضو، لو دخلنا كده على الإعدادات ودخلنا على السكرين ودخلنا على الأوتو لوك، ما تخليهاش نيفر، خليها 30 ثانية، بعد 30 ثانية التليفون يقفل. دي برضو من المزايا اللي بتقلل من استهلاك البطارية. وعندك رايس تو ويك، لو انت رفعت التليفون كده التليفون يقيد، فهو في جيبك بتلاقيه بيقيد ويقفل بالغلط، فاقفل الميزة دي لو عايز البطارية تدوم معاك لوقت أطول. كمان ميزة الأولويز أون ديسبلاي، لو انت معاك ايفون 14 برو وانت طالع الغي الميزه دي لو انت مش محتاجها، او بس تكتفي ان هو يبقى اولويز اون ديسبلاي، وتقفل خيار اللي هو يشوف الويل بيبر وكمان النوتيفيكيشن، سيبه بس يبين الساعه. كده قللت بقدر الامكان ان انت تقلل من استهلاك البطاريه. كمان في ميزه مهمه جدا ومحدش ياخد باله منها، وهي النوتيفيكيشن. يعني عندك الاشعارات في تطبيقات معينه كتيره احنا ما بنحتاجش الاشعارات بتاعتها، فالافضل ان انت تقفل الاشعارات عنها لانها بتستهلك يعني انت مش واخد بالك من هي بتستهلك قد ايه من البطاريه. لو حتى 5%، ال 5% دول مهمين جدا لاستهلاكك اليومي، يقضوا معاك يعني بتاع ساعه، كمان نص ساعه. لو قفلت معظم الاعدادات دي 2% على 5% على 3% من هنا، هتلاقي ان الموبايل بدل ما كان بيفصل معاك هتلاقيه بيقعد معاك اكتر بساعه او 2 لو طبقت الاعدادات دي. وبكده اضمن لك ان تليفونك هيفضل معاك اطول فتره ممكنه بعد تحديثات iOS 18.4 وتحديثات iOS 18 عامه. ودي افضل اعدادات للبطاريه عشان تحافظ على البطاريه وتقلل استهلاكها على قد ما تقدر. وبس كده، وبكده تكون عرفت اخطر المشاكل اللي كانت في iOS 18.4 وكمان اهم اعدادات اللي لازم كنت تغيرها عشان تحافظ على البطاريه وتقلل من استهلاكها. لو حسيت ان الفيديو ده فادك ما تنساش تعمل لايك وتشترك في القناه وتفعل زر الجرس عشان يوصلك كل الفيديوهات الجديده عن انظمه iOS. اشوفكم الحلقه الجايه، سلام.